السلام راكاتي، كي دايرين؟ كي داير حالتكم البدنيه والنفسيه ديالكم مزيانه؟ المهم كنتمنى تكونوا بخير على خير والامور كلشي على ما يرام. المهم اليوم غندويو على واحد الموضوع اللي هو الكومفورت زون. الكومفورت زون او ما يسمى منطقه الراحه، هذه المنطقه الواحد كيحس بها بانه منطقه ارتياح ومنطقه الامان، والانسان في حد ذاته يعني كيخاف يبدل هذه المنطقه لانه ولفها وكتعطي واحد النتائج اللي في الغالب كتكون نتائج غير مجديه وغير غير مرضيه باش يطور من الحياه ديالو. واكبر عدو ديالك في الحياه ديالك هو النفس ديالك. النفس ديالك باغا الراحه، النفس ديالك هي اللي تخليك فهمتي ديما في ديك منطقه الراحه، ما تخليكش تخرج من منطقه الراحه، ما تخليش يعني النفس ديالك هي اللي تتحكم فيك، بلوكيك باش ما ديرش بزاف ديال الحوايج. وكاين 4 الحوايج اللي كيتسببوا في الواحد باش يبقى في منطقه الراحه. اول حاجه هو الكسل والخمول، يعني انت واحد الانسان ديما ديما فهمتي تقول راسك نتايا كتقول راسك فهمتي انا عيان، انا مطحطح، ما فيا اللي يدير هاد الحاجه، ما فيا اللي يدير هادي، ما فيا اللي يمشي ليه، ما فيا اللي ديما كتبقى تخلق في الاعذار، ديما كتبقى تكذب على راسك. يعني هذا من بين الاسباب ديال الواحد كيبقى ديما في كومفورت زون. ثاني حاجه هو الكبرياء، ديما انت واحد الانسان كتحس براسك انت مستعد دير اي حاجه، انت كتحس براسك يعني فهمتي عارف بزاف ديال الحوايج، ما مستعدش راسك انت ما محتاج يعني دير واحد التطوير في الذات ديالك، انت تخلقتي فهمتي يعني غتبقى كيما انت طول حياتك. وثالث حاجه هو الخوف يعني من مواجهه المخاوف ديالك، الخوف من شي حاجه مجهوله ما عارفاش انت خايف منها، الخوف من النتائج، بحال ما انت حاط شي اوبجيكتيف ولكن خايف من النتائج ما يجيوش، ولا خايف من الاراء ديال الناس الاخرين، يعني خايف من الناس الاخرين غيقولوا لك شي حاجه اللي خايبه، وهذيك الحاجه ولا شي انتقاد فهمتي غادي يحطمك صافي وما تكملش في هذيك الاوبجيكتيف ديالك. ورابع حاجه هو قصر النظر، يعني انت ما عارفش يعني الاثار ديال العواقب وديال النتائج اللي كتشوف شي حاجه غير فهمتي عنده واحد القصر النظر، يعني كتشوف شي حاجه 2 خطوات، يعني انت كتقول انا في هذه المنطقه، يعني في هذه المنطقه انا مرتاح هنايا فهمتي، لا دائما محتاج التغيير، ما محتاجش ندير شي حاجه جديده، يعني ما عندكش ديك بعد النظر، ما كتقولش ان انا لو بقيت في هذه المنطقه الراحه راه ما غاديش نقرا لغه جديده، ما غاديش نخلي الصحه ديالي انت يعني كتخدع راسك، كتقول ما كتفكرش بواحد خارج الصندوق، يعني ما كتقولش راسك انا خصني نقرا لغه جديده، خصني نبقى يعني اون فور، خصني ندير سبور، خصني ندير بزاف ديال الحوايج، نمشي نسافر بيكالا، بزاف ديال الحوايج، يعني انت عندك بعد النظر، يعني كتفكرش خطوات قدام، كتفكرش يعني حتى يعني فهمتي ما كتفكرش بعيد، كتفكرها واحد فهمتي على المدى القريب. وهادو هما 4 الاسباب اللي كيخليوك ديما في منطقه الراحه، ما كيخليوكش تخرج من منطقه الراحه. وكيفاش تخرج راسك من الكومفورت زون؟ هو تحدى راسك وتخرج العقل ديالك والجسم ديالك من منطقه الراحه اللي ولفها. هو شنو خصك دير شي حاجه اللي ما عمرك درتيها في حياتك، يعني تمشي تسافر بيكالا لشي بلاصه بعيده 200 كيلومتر 50 كيلومتر، تقرا شي لغه جديده، تحط فهمتي تسطر واحد لوبجيكتيف، تقول انا خصني نقرا فهمتي اللغه فهمتي المده الفلانيه، خصني نقرا شحال من ساعه في اليوم وما الى ذلك، ولا دير شي سبيتش يعني قدام طلبه كما درتو انا ومولتي كيطلبوا علينا، دخلنا لقينا درنا فهمتي سبيتش اللي دوينا فيه على كيفاش تخرج من منطقه الراحه، ولا دير شي تجربه اجتماعيه، واخا انت ماشي فيلم ميكر ولا ماشي يوتيوبر ولا شي فلوغر، دير شي تجربه اجتماعيه وتشوف كيفاش غتمشي تخرج راسك من الكومفورت زون، ولا دير اوتو ستوب، ولا دوز نهار بلا فلوس وتشوف كيفاش غيدوز هذاك النهار. ديما حاول ديما تخرج العقل ديالك والجسم ديالك من هذيك المنطقه ديال الراحه اللي ولفها. المهم هذا فيديو كان خفيف ظريف، كان بغيت ندوي شويه على الكومفورت زون، كيفاش تخرج من الكومفورت زون، شنو هما الاسباب اللي كيخليوك ديما في الكومفورت زون. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ولا عندكم شي موضوع ولا شي لعبه بغيتو ندويو عليها مرحبا فهمتي، نرحب بها بكل فرح، بكل سعاده وبكل ابتسامه. المهم ان شاء الله اللي عندكم شي اقتراح شي لعبه خليوها لي في الكومونتير، وكنتمنى هذا الفيديو الخفيف الظريف القصير ينال اعجابكم، ولا عجبكم فهمتي بارطاجيو مع صحابكم وتكون شي حاجه يا سلام. كل مره كيتفرج في هذا العبد الضعيف مرحبا بك، الف مرحبا. ما ينساش يتابونا في
من غيسالي فيديو في هذاك السيركل ورك عليه باش يتحقق العائله تاعنا اللي عثمان كلفاوي فاميليا. وما تنساو تدوزوا عندي انستغرام، راه ديما الموتيفيشن وديما الطاقه الايجابيه. وان شاء الله ولي فراسكم، خليكم دائما ايجابيين وخليكم دائما متفائلين. القادم احلى، والريفيديرتشي، بيس.